ازاي تلعب بعقلية دفاعية وتسيطر على الكومباوند وانت بتلعب سنتر زي الفا 7 بالظبط. الدي ار اكس قرر يبوشوا ك3-1 من غير فتحة فايت على الالفا 7. خلينا نقف على الموقف ده شوية. عدد البيوت 2 بس، يعني مساحة أقل وتفاصيل أقل، ودايما ده في صالح اللي ماسك البيوت، وهتفهم ده ليه في الفيديو قدام شوية. تاني حاجة ذا هيدن بلاير. بعد ما تمسك بيوت عددها قليل لازم دايما يكون عندك لاعب كمبور، وده وظيفته عامل زي الفدائي، بيفضل قاطع نفس عشان يغفل التيم اللي بيبوش وبيقلب موازين الفايت في صالحكم دايما. Full distance there. The Molotov to try and find Grisel, but Hyunbin goes down from a nade to Revo. It's a great bounce. And an immediate flush comes through as well. A good bounce on the nade there. And now DRX are playing on as 3. Alpha 7 not going to take any knocks. A bounce from the roof. From Kaixei doesn't find it either. Carrillo burns out the door frame. They are slowing down this one too. You're Kaixei crazy. steps into the fire to try and get the nade on through. He's going to burn out Blank, but could have got huge value there. It's not to be. And now DRX playing as 2. Oh, that's so sad. He bounced it back through the window, by the way. But yeah, DRX down to 2 players. He's out. Looks to step out. But QXZ being the final member. And a hell of a bounce. لو رحنا لليوم الأخير من نهاية البي ام جي سي فهنلاقي إن تيم فامباير كان ماسك منطقة عدد بيوتها كبير ومساحتها أكبر، وطبعا ده كان في السنتر الزون، وده غلط كبير بيقع فيه كتير من الاي جي إلز، إنهم بيختاروا كومباوند كبير ما بيقدروش يسيطروا عليه، ولا حتى بالانتشار ممكن يسيطروا عليه، لأن البوش على الكومباوندات بياخد ناحية من المنطقة وبيتعامل معاها إنها ثغرة. كل ما كانت المنطقة أكبر أو البيوت كبيرة بتقدر تلعب من عليها وتهولد من عليها وتاخد راحتك في الفايت، وبيبقى أصعب على الماسكين بيوت إنهم يكفروا بعض، وده اللي استغلوا الألفا جيمنج، فهم قرروا يبوشوا ويشاركوا الفامباير في الكومباوندات. 115 for 48 points, but this is such a close lock. وبعد ما عدي كام شيفت زون الاي ارينا بيبوشوا على الفامباير، والاي بي جي يدخل كثيرد بارتي ويشيلهم، مع ان اول واحد كان مسيطر على الكومباوند هو الفامباير، وهم برضو اول ناس طلعت. فالاهم في لعب السنتر هو السيطرة على المكان، فنقي دايما كومباوند عدد بيوته قليلة وما تخليش تيم تاني يشاركك عشان هتتغفل. متنساش اللايك والشير وتتابعني وتشترك مع جنرا وتسألني عن أسعار تدريب التيمات وتحضيري للبي ام ان سي معاهم، وبرضه تشترك مع جنرا عشان تجهز وتطبق الكلام اللي هقوله لو أنا هدربك يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.